أهلا أهلا، يا صباح الخير عليكم جميعا، يا رب يوفقكم ويرضيكم ويسعدكم ويهنيكم ويرزقكم بالحلال ويكفيكم شر كل شيء ويديم عليكم الستر والصحة وراحة البال. ربنا يطبطب على قلوبكم ويراضيكم وينولكم مرادكم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا شفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة يوم جميل، يوم كله خير ومليء بالبركات ومليء بذكر الرحمن عز وجل. أنا كنت هنا باحضّر الفطار. كنت باحضّر كده، يعني كنت جاية من السوق وكده، فكنت جايبة يعني فطار كده على قدّنا أنا وبنتي وابني الصغنّن عشان إحنا الصبح يعني. فكنت جايبة شوية مسقعة كده وشوية اللي هي اسمها بطاطس الجمبري أو بطاطس بانيه. المهم يعني كنت جايبة 2 كيلو قلقاس بالخضرة بتاعتهم، وكنت جايبة يعني باحب أحط السلق كتير في القلقاس عشان يبقى أخضر وحلو يعني، طبعًا والكزبرة والشبت معاهم. فأنا كلّه بقى 86 جنيه يعني. بُصّي أنا كنت أنا جايبين شوية قلقاس ب86 جنيه، طب إحنا الباقي هنعمل فيه إيه؟ والمفاجأة إن أنا مش هاعملهم النهارده أصلًا القلقاس أصلًا، أنا جايباهم عشان أفرّزهم وأحطهم في الفريزر، وكنت جايبة الخضرة بتاعتهم عشان خاطر برضه أحمّرهم في السمنة وأشيلهم مطحونين برضه مع القلقاس. أمّا أتمنى الخضرة بقى يعني حزمة السلق لوحديها ب5 جنيه، أنا جايبة 6 حزم بكام، ب30 جنيه. طبعًا الخضرة يعني الخضرة ال3 ب5، ال3 ب5 و3 ب5 كمان يعني 10 جنيه، يعني كلّه ب86 جنيه. يالّا الحمد لله يعني. المهم جبت الطلبات اللي أنا هافرّزها النهارده إن شاء الله، وطلعت كده قُلت بقى أفطر وأشوف حالي بقى في البيت وكدهوّة. البيت طبعًا كان يعني بُصّوا زي ما أنتم شايفين كده كان متكركب وكان في مواعين كتير من قبليها بيوم، فقُلت بقى أعملها كده معاكم. بس أنا بقى أنا عايزة أوجّه رسالة كده لأختي العزيزة اللي كانت كاتبة لي comment في الفيديو اللي قبل ده. فبتقول لي إن أولًا أنا كنت في الفيديو اللي فات ده وكنت باتكلم إن كل واحد لازم يطلّع أي حاجة لله علشان ربنا يكرمه في عيشته وحياته والدنيا تبقى تمام يعني. ده لازم، ده أكيد، ده والله إحنا ده واجب علينا أصلًا. بُصّي إحنا كده أصلًا أنا حتى قُلت لكم مش مهم فلوس، المهم حتى لو حد حاجة صِغرت عليه أو على ولاده، طَب اتبرّعي بيها فاهمة؟ أنا مش باقول حاجة، فهي بتقول لي بيطلّعوا كتير والله وبرضه عندنا مشاكل كتير في البيت وأولادي تعبانين ودايما مشاكل مع جوزي ومش طايقاه ولا طايقة الحياة من المشاكل غير البيت اللي مش منظم ومش متروق وزهقت ويمكن انتي ما عشتيش وما جربتيش الحاجات دي. يا ريت تكلميني وتنصحيني يعني. بصي يا حبيبة قلبي، أول حاجة والله أنا هنصحك لوجه الله لأن انتي يعني أخت عزيزة عليا والله. أولًا لازم يكون عندِك يقين بالله، ولازم تكوني عارفة إن أنتِ بتطلّعي الحاجة دي بنية إيه، بنية إن ربنا يفُك كربِك وضيقتِك وحل المشاكل. فأنتِ لازم تكوني بتتكلمي مع ربنا كده. بُصّي أنا عايزة أقول لِك على حاجة جميلة جدًا، يعني أنتِ لو تقومي في جوف الليل كدهوّة وتكلمي ربنا وتقولي له يا رب أنا محتاجاك جنبي يا رب، وتقولي له يا رب اهديني وروّق حالي، يا رب ما ليش غيرك، ما ليش غيرك. بُصّي أنتِ لمّا تكلمي ربنا كده في جوف الليل كدهوّة والناس كلّها نايمة وربنا بجد شوفي بقى، شوفي أنتِ بينِك وبينه ويبقى ما تقطعيش الوصل بينِك وبين ربنا، لازم يبقى في اتصال مباشر بينِك وبين ربنا كده. اتكلمي معاه، اتكلمي مع ربنا والله. أنا باكلمِك بكل أمانة يعني والله العظيم اتكلمي مع ربنا. أنا عارفة شايفة حالِك في الcomment بصراحة، أنا بجد أنا اتضايقت عشانِك والله. ومن ناحية المشاكل والله ما فيش بيت ما بيخلاش من المشاكل، بصراحة ربنا ما فيش بيت ما بيخلاش من المشاكل. أنتِ بتقولي أنتِ ما عشتيش وما جربتيش الحاجات دي، لا والله إحنا كلنا جربنا الحاجات دي، وكل الناس وكل بيت مقفول على مشاكل ومشاكله وما تعرفيش حاجة عن الناس. في اللي بيعدي وفي اللي بيقف على المشكلة يعني. عدي أنتِ ما شاء الله عندك أولاد أهو، أنا شايفاكِ إن عندك أولاد، فأنتِ عدي بقى خلي حياتك يعني اسعدي حياتك بنفسك. بعد كده لازم تكوني طبعًا يعني ملتزمة مع ربنا في الصلاة. وكمان لو تقدري يعني حتى لو صفحة من القرآن كل يوم، ابتدي القرآن كده بصفحة كل يوم والله، والله صفحة. لو حتى آخر الليل كده قبل ما تنامي اقري صفحة بس واحدة من القرآن، ما تهجريش القرآن. الله يبارك لك ويرضى عنك يا رب العالمين. ربنا قال في كتابه العزيز ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والله أنا ما قلت الكلام ده من عندي، الكلام كلام ربنا. بعد كده نيجي بقى على سكة البيت بقى، يعني حاولي تنظمي وقتك بقى عشان تعرفي تروقي البيت اللي انتي زهقتي منه وزهقتي من العيال وزهقتي من الدنيا كلها. لا بصي انا عايزاكي
يعني ايه تحاولي تصحي تنامي بدري وتصحي بدري عشان تعرفي. بصي والله البركة كلها في النوم بدري والصحيان بدري. انا كنت واحدة من الناس كنت بنام متأخر جدا. انا لما بقيت انام بدري شوية الدنيا اتظبطت معايا. انا النوم متأخر ده والكلام دوت هو ده السبب هو ده فشل كل الحياة. انا كلامي مش ليكي بس، انا كلامي مع اي حد يسمعني. انت يلي بتقول انا تعبان وزهقان، ما انت بعيد عنه، بعيد عن مظلة الرحمن سبحانه وتعالى. انت يلي واقف تحت الشمس الحارقة. خليك مع ربنا هيضلل عليك ويرحمك برحمته ويديك من خيره. خير ربنا احسن بكتير وافضل بكتير من اي وهم او سراب انت بتجري وراه. ربنا يحفظكم جميعا ويجعل دايما في قلوبكم الخير وفي عيونكم الخير دايما، وتشوفوا كل شيء طيب وجميل يا رب العالمين، ويرضيكم ويرضى عنكم يا رب. كل شخص بيشوفني دلوقتي يكبر بخاطره ويكبر بخاطر كل إنسان محتاج لك، فأنت الرحمن الرحيم الكريم. ربنا أكرم الأكرمين وأنت متسيبش بابه، ما تبعدش عنه، وهيكبر بخاطرنا جميعا. اللهم آمين يا رب العالمين. نبدأ بقى معلش أنا طولت عليكم النهاردة. هنبدأ بقى في الروتين اليومي يعني كده. انا طبعا انتوا شايفين الروتين اليومي كان بادئ من الساعة 10 الصبح كده. جبت طبعا حاجاتي كلها وجبت عشان قلت بقى اعمل القلقاس ده زي ما قلت لكم، وعايزه افرزه في الفريزر يعني. قلت بقى انا اروق كده هوت شويه واعمل الاكل النهارده. يعني هعمل كده اكله بسيطه بس هي هتعجبكم قوي قوي يعني. هنا كنت بلمع كده اهوت. انا اكيد طبعا مش همسح البيت كل يوم. انا هنا كنت بلمع بداية البيت يعني، فالحمد لله لمعتها كده وخليتها حلوة. فهنا دخلت بقى على شلت الحاجات اللي هي نشفت من الغسيل، فكنت بطبقه هنا عشان بقى اعمل الاكل بصراحة. بس فالحمد لله يعني اليوم خلص يعني وعملت كل حاجة الحمد لله رب العالمين بفضل الله طبعا. عايزة اقول لكم برضو لو اي حاجة بتصعب عليكم يعني تقولوا لا حول ولا قوة الا بالله، بس لازم تكونوا حاسينها قوي من جواكم. لا حول ولا قوة الا بالله. يعني مفيش استطاعة الا بيك يا رب. مفيش استطاعة، انا معرفش اعمل حاجة يا رب الا بمشيئتك يا رب العالمين. يعني مفيش قوة ولا حيل الا بمساعدتك يا رب العالمين. هي ديت قولوها 7 مرات. يعني انتوا قولوها 7 مرات كده هتلاقوا ان الحاجات كلها سهلت بالنسبة لكم. انا هنا جبت 3 كوبايات دقيق ونخلتهم، وجبت معلقتين خميرة صغيرين، وجبت عليهم حطيت عليهم معلقة زعتر صغيرة، وحطيت عليهم توم باودر برضو صغيرة وبصل باودر صغيرة. الاتنين حطيتهم عليهم وقلبت كله. بيني وبينكم انا كنت عايزه اعمل البيتزا في البدايه، بس انا بعد كده لقيت نفسي بقول انا عايزه حاجه سريعه كده. مش هستنى بقى يبقى حاجات تخش الفرن ولسه والكلام دوت. لا انا قلت انا اعمل حاجه سريعه كده في الزيت. بس الزيت بسيط قوي يعني. بتتقلي في الزيت كده وجميله قوي 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 يعني. هم مسمينها ولادي مسمينها بيتزا الحواوشي. هتعجبكم قوي والله العظيم. تفضلي بقى تعجني فيها كده هوت وتخبطي فيها كده هوت عشان زي بالظبط البيتزا. عجينه البيتزا لازم تعملي فيها كده. بس فالمهم يعني اتعجنت والحمد لله. حطيت شويه زيت كده على ايديا وغطيتها بيه. وبعد كده سبتها تريح بقى، سبتها تريح ولفتها بالاسترتش عشان تريح بقى كده هوت وتضاعف حجمها يعني. مش هتبطلوا تعملوها يعني. انا ولادي بيحبوا انا مسميها بيتزا الحواوشي او هما بيسمينها بيتزا الحواوشي يعني. هما بيحبوها قوي، فبقى كل شويه يقولوا لي. انا هنا والله كان عندي نص كيلو بانيه من قبلها بيوم. يعني انا كنت عاملاه مع المكرونه اصلا نص كيلو ده، يعني عامله ربع كده مع المكرونه والباقي سبته تاني يوم. فقلت بقى هما كانوا عايزين يعملوا زي بيتزا كده فانا قلت لهم على بقى انا هعمل لكم حاجه تانية. فقطعت كان عندي شويه شبت كده صغننين برضو كده مع كزبره. فخرطتهم كده عودين وعودين يعني كده و3 طماطميات وبصلايه وفلفلايه بس. هو ده كل اللي عليكي. وشويه بقى اللي بقول لك الباقي يعني ربع بانيه بالظبط. ربع بانيه ده بقى قطعته صغنن قوي يعني، قطعته صغير قوي كده عشان تشوح كله مع بعض. واعملها زي حشوه للي بقول لكم عليه ده. انا بقى متاكده بقى ان هي هتعجبكم قوي قوي يعني. ومش هتبطلوا تعملوها وهي موفره جدا يعني. انتوا ممكن تعملوا اي حشو اصلا فيها، بس هي جميله جميله قوي والله العظيم. بس بقى قطعت بقى البصل كده ترانشات كده.
حلقات كده، عشان خاطر ايه احطهم كلهم مع البانيه. يعني ايه اعملهم في شويه زيت كده اهوت. بص هنا العجينه اتضاعفت ازاي، العجينه هنا اتضاعفت حجمها. بس هنا كنت حاطه زيت على النار، وايه بقى هنزل بالبانيه بقى على الزيت دوت عشان ياخد صدمه، يعني ياخد صدمه بقى. بص لونه بقى يبتدي ايه، يبقى عامل زي الابيض كده اهو شويه. ينزل بقى كل اللي انا خرطته عليها واقلبها كويس قوي. عشان ايه، انا مش عايزه ميه فيها، يعني انا حتى بص انا يعني الميه دي انا حتى حطيت الطماطم بالميه بتاعتها كده. المشكله الميه دي انا مش عايزاها، انا ما كنتش عايزاها، بس انا للاسف ما عرفتش الا بعد ما عملت. المهم ملح وكمون اي فراخ لازم تحط كمون. تمام اتفقنا. وفلفل اسمر وبابريكا وقالب ماجي وكزبره ناشفه. اخدت بقى حته كده اهو على ايديا. بصوا هي المفروض انا هنا ما كنتش عاملاه بزيت، يعني ما كنتش عاملاه بزيت. لما تحطي بقى شويه اول ما تشيلي العجينه كده اهوت، وانت بتاخدي العجينه تقومي حاطه شويه ايه، زيت شويه في ايديكي كده، على ايديكي هتلاقي الموضوع بقى اسهل كتير. انا اكتر من اللي انا بعمله دلوقتي. انا في البدايه هنا ما كنتش بعمل كده، ما كنتش حاطه زيت فيها. كده بقى لما انا ابتديت احط بقى الزيت في ايديا بصراحه بقى الموضوع اسهل بكتير. انا في البدايه هنا ما كنتش كان بالنسبه لي حاجه حلوه، يعني كانت بالنسبه لي صعبه شويه لان ايديا كانت ايه بتلزق كده من العجينه، بس كانت والله ماشيه برضو تمام. بعد كده بصوا بقى لما ابتديت اعمل بقى هنا بالزيت، بصوا عملت ازاي معايا، مدت كده ما بتمدي كده معايا كده وتتقفل بسهوله. عايزه اقول لكم الاكله دي مش هتبطلوا تعملوها، يعني انتوا لو مش لاقيين حاجه تعملوها هتبتدي تعملوا الحاجه دي. وبعدين هي مش مكلفه خالص على فكره، بجد من اي حاجه عندك في البيت هتقدري تعمليها. جميله قوي والله العظيم، طعمها حلو جدا. ما انت بقى تحطوا بقى جبنه موتزاريلا بقى تمام جواها كده، يا لهوي طعمها تحفه. وبعدين مش بقول لكم ان هي مش مكلفه خالص، كيلو دي اصلا المعبأ ب20 جنيه. يعني يعني انت ممكن تجيبي يا اما معبأ يا اما سايب. سايب اصلا ب18 جنيه، انا هنا كنت مستخدمه السايب عادي. السايب زي المعبأ بالنسبه لي حلو قوي برضو، هينفع معاكي في المعجنات دي بالزيت حلو قوي. انت مش بتعملي يعني مثلا كحك ولا بسكويت ولا اي حاجه من الحاجات ديت عشان تجيبي معبأ، انتي في حاجه زي كده جيبي عادي سايب ب18 جنيه الكيلو. انتي طبعا مش هتستخدمي حتى الكيلو، بس هي حتى لو هتفضل معاكي عندك يعني في البيت لازم يكون عندك اصلا دقيق في البيت لو عايزه تعملي اي حاجه من المعجنات. بص بتطلع محمرة ازاي بجد، يعني طعمها تحفة. لسه بجد لما تشوفوها بعد كده، انا هنا بص بوريكم كل واحدة وانا ايه بحمرها قدامكم. بس بص لونها ذهبي وجميل. لما تلاقي لونها كده ابتدى يغير من على الجناب كده هوت، هتبتدي بقى تقلبيها. يعني انت دلوقتي تحطيها كده عادي، وتقومي فرداها كده في قلب الطاسة، وتسيبيها كده تبعدي من بعيد شوية عنها كده. لما تبتدي لونها بيغير كده من على الطروف كده بتاعتها، تقومي قلبها، يطلع بقى لونها الجميل ده. يا جميلة جامدة، بس جامدة بس والله. هنا كان عندي البواقي بقى بتاعت الكاتشب والمايونيز والمستردة، ما كانش عندي الا شويه مستردة كده حلوين شويه، فقلبتهم على الكاتشب والمايونيز يعني كده. عشان بص الموتزاريلا، بص انت عارفه لو اكتر بقى من كده كان هتبقى نار اوعى وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب العالمين، ويجمعنا ان شاء الله دايما على الخير يا رب العالمين. شايفين الشكل، شايفين الشكل. انا هنا بقى قلت بقى بالليل كده هو نروق على نفسنا بقى، نروق بقى على نفسنا بدل التعب والارهاق اللي احنا عملناه طول اليوم دوت. قلنا بقى نولع كده فيلم حلو ونعمل فشار كده وشويه سناكسات.